السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هعمل معاكم الفطير الشرقي بعد تجارب فاشلة كذا مرة ان انا يكون معايا يطلع الفطير كويس، بس الحمد لله المرة دي ظبط وبطريقة سهلة جدا وبكمية زبدة قليلة جدا او كمية سمنة قليلة جدا. طبعا الفطير انت عايزاه مقرمش عايزاه طري، ده بتاعك انت، يعني اول ما يطلع غطيه هيبقى طري جدا. عايزاه مقرمش ومحرمش كده بتحبيه بنفس الطريقة دي براحتك، دي حاجة بتاعتك انت. بصوا جميل ازاي، طريقة سهلة وطلع مورق ازاي، يعني بصوا ورقته يعني مورق فعلا. انا جربت بصراحة الفطير كتير جدا وساعات ما كانش بينجح، مرة يطلع الدقيق مش كويس، مرة يطلع التوريق مش كويس. شايفين؟ جبت برطمان المية مية من الفلتر عادي، مش سخنة ولا دافية ولا اي حاجة. حطيت فيه معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح. والدقيق انا جايباه من عند العطار، وانا بجيبه قلت له انا عايزه دقيق اعمل بيه فطير، لان انا كذا مره اجيب الدقيق ويطرد السمنه، وكانت بتكون مشكله كبيره جدا، والفطير ما كانش بيطلع حلو وبيطلع ناشف. طبعا عجنته زي ما انتوا شايفين. في عجينه الفطير لازم تبقى ملزقه، ما تبقاش ناشفه عشان يطلع ناجح وهيطلع جميل. لازم كده يبقى طري زي اللبان. العجينه بعد ما تريحيها كده تشديها زي الاستيك كده تشد معاكي، تبقى جميله. طبعا واهم حاجه في الفطير تريحيه، ان انت كل شويه تريحيه، يعني اعجنيه وروحي مثلا وضبيش الاوض، ريحيه تاني وبعد كده اعجنيه تاني وبعد كده روحي مثلا اغسلي المواعين. انا عملت كده فعلا. بعد كده جبت كوبايه سمنه. عايزه اقول لكم الكميه دي انا ما خلصتهاش في توريق الفطير. وكوبايه قشطه، ودفيتهم هما الاتنين على النار، طبعا مش اغليهم ولا سخنهم جامد عشان القشطه ما تفصلش. القشطة مع السمنة أو القشطة مع الزبدة، يعني الحاجة المتوفرة عندك بتدي طعمه جميل وتوريقة كده وطعم غني للفطير، بتخليه تحفة. القشطة مع السمنة بتخلي طعمه خطير. بصوا شايفين العجينة بتشد ازاي وجميلة. طبعا ده كيلو دقيق، أنا عملت منه 4 فطاير، 4 فطاير محترمين كبار. قسمتهم عشان هستخدم في كل فطيرة كورتين. ظبطيهم بقى انت وزينهم مع الميزان بعينيكي كده بالنظر. بعد كده دوبت السمنة مع القشطة زي ما انتوا شايفين، وركنتها برضو على جنب. ريحت الفطير بعد ما قسمته، وهنا برضو رحت حطيته في صينية، نقلته في صينية ودهنته وشه زيت ومن تحته زيت، وسبته بقى. هاجي هنا عشان افرده. حطيت زيت من فوق ومن تحت، بفرده من جوه لبره زي ما انتوا شايفين كده. يا رب الفيديو يكون واضح ليكم. افرده من جوه لبره، طبعا على قد ما تقدري، يعني احنا مش فطاطريه، في ستات محترفه في حاجه زي كده ودي تمام. لكن احنا كستات بيوت او انا كست بيت اول مره اعمل الفطير، فكانت بصراحه النتيجه جميله جدا. لقيتها على قد ما اقدر، وخدت بقى بايدي كده يعني بالنظر كده من القشطه والسمنه اللي انا مدوباهم مع بعض، وعملت ال8 كور زي ما انتوا شايفين كده وركنتهم على جنب. لو اتقطعت مني مش مشكله طبعا، هي مش هتبان اصلا. بعد كده عملتهم كلهم وبرضو ريحتهم تاني، يعني بصوا غطيتهم وريحتهم. كل ما تريحي الفطير كل ما هيديكي نتيجة حلوة. وجبت كورة بقى من اللي انا عملتهم بالسمنة دول وفردتها، بس بقى مش هرقها ولا الكلام ده، فردتها فردة عادية وجبت الصينية وحطيتها فيها. وهحط فوقيها الحشو. الحشو اللي عندك بقى ايا كان، الحشو ده بتاعك انتي. انا كنت عاملة لحمة مفرومة، فحطيتها جواها. وكان عندي ميكس جبن رومي وموتزاريلا. طبعا الفطير الشرقي على فكره احلى حاجه ليه الجبنه الرومي، يعني بصراحه يعني الاول ما الواحد كان الفطير الشرقي كان بياكله بالجبنه الرومي بالموتزاريلا، بس ما بيبقاش طعمه حلو. وزيتون وفلفل اخضر وطماطم. بعد كده هنجيب بقى كرة تانية من اللي احنا عملناها واحطها على وشها واقفلها. ايه رأيكم بقى في الفكرة دي والطريقة دي؟ جميلة، وريحتها وفردتها واتفردت عادي وبقت جميلة جدا. وحطيت على وشها جبنة ودخلتها على الفرن. بصراحة دي أحسن طريقة أنا جربتها، ودي كانت ناجحة بصراحة ليا جدا. زي ما قلت لكم، هاتوا نوع فطير دي كويس، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها، وأشوفكم على خير.